السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلب ما ينساكم. اليوم القلب يتجول مع كثير من المعاني الجميلة في الشعر. نحن نعرف الشعر الشعبي، الكثير من الشعراء الليبيين تعاطوا هذا اللون على امتداد تاريخ طويل جدا، وهناك فرسان للشعر الشعبي. اليوم حكايتنا عن الشعر المحكي. شنو هو الشعر المحكي؟ وين تواجد هذا الشعر؟ من كتب الشعر المحكي؟ شنو حكاية الشعر المحكي؟ هل هو لون جديد؟ هل هو تمرد على الألوان السابقة؟ من هم الشعراء الليبيين اللي كتبوا في هذا اللون؟ أيضا في الجزء الثاني جايبكم شاعر من مدينة جدابيا. هذا الشاعر بيقول لكم شعر فكاهي. والله أنا سمعت لقصائد في غاية الروعة والجمال، حيعمل مقارنات جميلة في إسقاط جميل اجتماعي حتسمعوه في الجزء الثاني. لكن خلوني أنا وياكم توا بنرحبوا بشاعر غايب عن التلفزيون لمدة 12 عام، لأول مرة ظهوره في قناة سلام. الشاعر الجميل، الشاعر الليبي سالم العالم. سلوم الغالي، مرحبتين سلام. اهلا وسهلا. حالك؟ يا فرصة مرحبا طيبة، بك. سعداء باللقاء بك. اهلا وسهلا، تفضل. سالم العالم، عالمك جميل انت بصراحه. والله نرجو ذلك. نأمل انه يكون جميل. والله عالمك جميل جدا. شو الحكايه انت غايب 13 سنه على التلفزيون؟ هالمقاطعات هذه والله صعب شويه. بصراحة الشهرة مش كويسة. لا كويسين، بعدين نحب نكون في الظل يعني. بعدين يقطرنوا فيها ايوه الحمد لله. وصلت بسلام لقناه سلام اخيرا. رافض الطلوع في التلفزيون؟ والله مش حتى رافض الطلوع في التلفزيون، ما نبش نخشوا في تفاصيل متشعبة، ولكن دايما تواجهني اشكالية احيانا مع الاعداد. اشكالية وقت، احيانا نكون مش متواجد. بعدين اصبح اهتمام الناس في الغالب الفتره الاخيره مش منصب على الجانب الثقافي بشكل كبير، فالان اعتقد ان بدا فيه نوع من الاهتمام اكثر يسمح انك تطلع. بعدين لما يكون عندك شيء تقدمه للناس يكون افضل يعني. او شايف روحك حاجه كبيره؟ هو انا شايف روحي حاجه كبيره بصراحه. طيب انتم بثلاثه فرسان الشعر المحكي، الصيد النايلي، الصيد رقيع، الصيد الرقيعي، الصيد النايلي الله يرحمه، حتى هو شاعر الله يرحمه. الصيد الرقيعي ومحمد الدنقلي. نعم. وسالم العالم. سالم العالم وين يجي في الترتيب؟ انا ثالثهم. ثالثهم. ايه. وسالم يعني التوسكي. سالم التوسكي شاعر غنائي جميل. عنده بعض الكتابات في الشعر المحكي. ولكن مش مشروع ان كتابه نص محكي، هو مشروع كتابه نص غنائي. ونص حلو. انا يعني سعيد باني تعرفت عليه وسمعت له بعض الاشياء الجميله. وعلى فكره هناك العديد من الشعراء اللي يجمعوا بين اللونين. سالم، يبدو لي انك تاثرت بالمدرسه اللبنانيه بفحول الشعراء في الشعر المحكي. لما نسمع مثلا الرحابنه، نسمع كثير من الشعراء اللي كتبوا الشعر المحكي، تقرا تحس هدرزه. لما تسمع فيروز تقول مش معقول، شنو هالكلام هذا؟ نحن تربينا على فيروز، يعني الجيل تربى على فيروز وعلى اغاني فيروز. وبصراحه الشعر في لبنان له طراوه. المحكي ايه. طبعا هو هذه التسميه اصلا موجوده في لبنان وفي الشام بصفه عامه. هذا النوع من الشعر يطلق عليه المحكي. كتب فيه ميشيل الطراد. ايوه. كتب فيه جوزيف حرب. كتب سعيد عقل. كتب مجموعه الان من الاسماء. يعتبروا رواد هم في الوطن العربي يعني قبل المصريين؟ لا. لا بس المصريين بدا عندهم بشكل اكبر مع فؤاد حداد. وفؤاد حداد اصلا فؤاد حداد. وبيرم التونسي برضه كتب. بيرم التونسي طبعا هو يبدو لي كأنه جاء لمصر وافد. فؤاد حداد جاء من لبنان الى مصر وبدا. وبيرم التونسي جاء من تونس. وبيرم التونسي جاء من تونس وضاف للشيء الكثير. واحمد فؤاد نجم برضه كتب. احمد فؤاد نجم بصراحه استاذ يعني في هذا الموضوع. والابنودي استاذ كبير. وسيد حجاب ومرسي جميل عزيز بصراحه يعني الكثير من بس اللي يبدو لي اللي تميزوا في الشعر المحكي المغاربه الان يكتبوا في الشعر محكي اكثر حداثه. ايوه. بشكل مختلف. يعني مثلا اذا كنت تتبعنا حركه الشعر العربي كله من قصيده العمود الى قصيده التفعيله الى قصيده النتر الى الومضه الشعريه الان. المغاربه باللهجه المغربيه وصلوا انهم يكتبوا نص عامي
كأنها قصيدة نثر أو كأنها ومضات، وضع نعتبرها تطور. نحن في ليبيا لا نستطيع أن نلحق به بسبب شيء مهم جدا. لا نستطيع أن نكتب ومضة شعرية باللهجة العامية، في صعوبة لأنك حتصطدم بشيء اسمه غناء وتعلم. حقيقة هذه إنجاز علمي، بتمشي غادي، إنجاز شعري ما تقدرش تقرب منه نهائي، لأن بتكتف أنت مهما قلت مش حتقدر تبدأ زي ما كان غناء وتعلم. لكن يبدو لي المغاربة باعتبارهم قريبين من الأندلس، لأن في القرن السابع أو الثامن أو السادس كان الشعر بكثرة، الشعر المحكي في الأندلس، فيبدو لي أن هناك تأثر كبير. هو طبعا أنت عارف في العربية في بحور الشعر 16 بتاع الفراهيدي. أيوة. في الأندلس ظهر بحر جديد تقريبا اسمه الزجل. أيوة. واللي هو حتى الآن في المغرب الشعر العامي يسمى الزجل. صحيح. وهو تمرد عن الألوان اللي موجودة سابقا، عن البحور العادية. هو في نوع من الحداثة أو التطوير. انعكس في المغرب في هذا اللون، بأنه يكتبوا بالعامية بطريقة رائعة بصراحة يعني، وفيها صور وفيها تراكيب. الشيء الآخر أن في المغرب في احتكاك بالموروث الثقافي الغربي وحركة الترجمة. أيوة. والتطور اللي صار في الشعر في الغرب يعني. أيوة. فهذا أعطاهم فرصة أنهم هم يخلقوا شيء أنا أعتبره شيء مهم. بس الشعر خليني نقول لك حاجة عظيمة. إذا كان بنحكوا أن تونس والجزائر، تونس والجزائر يعني الشعر المحكي ظهر فيها حديثا بعدنا وتأثرا بالمدرسة الليبية والمدرسة المغربية. أنت عملت كثير من الأمسيات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب. كيف تفاعل الشعراء مش الجمهور؟ الحقيقة الشعراء مبهورين ويعتبروا على فكرة المغرب، أنا نحكي لك عن تطورها، ولكن هم منبهرين بالتجربة الليبية بشكل كبير. ونزيدك من الشعر بيت أن أكثر الدراسات النقدية اللي كتبت في دواويني أنا وفي دواوين محمد دونجلي وفي الشعر المحكي في ليبيا كتبوها شعراء ونقاد مغاربة. الشعراء اتهموكم أنكم تمردتوا على الشعر، على القصيدة العمودية، على القصيدة المقفاة، على بحور الشعر ايضا، حتى النثر تم اتهامه في هذه الخصوصيه. الاتهامات صح، لكن نحن ما نقدرش نقولوا هيك، نحن نكتب باللهجه العاميه ما نكتبش بالفصحى. نحن ممكن تمردنا على الشكل التقليدي اللي موجود به الشعر الشعبي اللي هو موجود في ليبيا لفترات طويله. فكتبنا بشكل مختلف وابتعدنا شويه عن كتابه نص غنائي مباشر. وهذا اعطانا نوع من في الشكل انه لكن نحن نستعمله في نفس الادوات، نستعمله في اللهجة العامية الليبية إن نحكوا بها. سالم العالم عام 92 تحصلت على الجائزة الأولى في الشعر الشعبي وكنت تكتب الشعر الشعبي. شنو هالنقلة الغريبة؟ 92 كان في مسابقة على مستوى المعاهد العليا والجامعات في ليبيا، فزت فيها بالترتيب الأول. وفي 91 نفس المسابقة فزت فيها بالترتيب الثالث بنصوص شعبية. كان هذاك الوقت ما كانش فيه مصطلح شعر محكي ولا، بس انت طبعا البدايات لازم تمر بكل المراحل. انا حتى عندي محاولات لكتابه نص بالفصحى ولكن نعتبرها محاولات متواضعه. كتابه الشعبي، كتابه الغنائي في بداياتي، وتعلمت كثير من اساتذه في كتابه الاغنيه او على راسهم. كم اغنيه غنوا لك؟ اذا كان بنحسبه عندي اغنيه خايف هذه في التسعينات. أيوة. فرقه الرحاله ممدوح فخري. وعنده أغنية ثانية لا تسيطر عليك أوهام. في الشاب بكر من بنغازي غنى لي من كنت باخر عليك بودي. عمل غنائي في جو الراب هيك. في وغنى لك أبو بكر محمد غنى لي إيش السر اللي فيك. غنى لي خالد عبد الله أغنية صباحية. غنت لي اسمهان، مش اسمهان آسف، سارة صلاح الدين. عمل مش متذكر الآن. محمد محسن في مصر. محمد محسن الآن غنى لي قمر صياد، الحان تامر العلواني. الحان تامر العلواني والله لذيذ تامر لذيذ. تامر من ألد ما خلق الله يعني حقيقة يعني. تامر انت لو تقدم معاه تمنيت يكون معنا اليوم في الحلقة او حتى بس حنغنوا له اغنية لحنها هو لمحمد محسن بعد اذنه طبعا. ضي القمر. ضي القمر حيغنيها بكره ان شاء الله. لكن خليني بنحكي وياك على ابتسمي وانا والليل خوت. تحب الليل انت؟ والله ما فيش شاعر ما يحبش الليل. والله؟ ايه. ناخذه من انا والليل خوت ولا بتسمي حاجه قبل الاغنيه؟ من نص من ديوان ابتسمي. هو انا ديوان ابتسمي هو شعر غنائي اغلبه وشعر شعبي. خلينا في المحكي. في المحكي في انا والليل خوت وفي انا والليل خوت. يلا هاي. نختار لك من انا والليل خوت نصه. خذ المايك هاي. والله انا والليل خوت قديم شويه والنصوص اللي فيه ما عادش اتذكرها. انت قديم بروحك يا رجل. كريكي ورطني. نحاول اتذكر ان شاء الله تسعفني.
أنا والليل أخوت، نطل القمر نحيا، وان طلعت الشمس نموت. سنين والليل ساكنني كما يونس في بطن الحوت. أنا والليل مولودين من رحم الشفق والعتمة، رضعنا الريح من صدر الحياة وفطمتنا على النسمة. ركضنا ورا همس الغروب، سمعنا ترانيم الحرف للكلمة، ودندنا بلحن شفاف ورقصنا القمر، وغنينا مع الأصداف في لمة سمر، توحدنا مع النغمة. أنا والليل ريشة ووتر، من غيرنا لا دندنا لا صوت. أنا والليل خوت. أنا والليل كنا أطفال صغار، نخربش على البحر في أحلامنا ونقولها للرمل، وفي قلوبنا في أمل ما يبان هاللي في بالنا مكبوت. وفي غفلة بهرني نور سطع في عيون لماعة، وفي لحظة حزمت أمري، خديت خطاي في غمري، ركبت النور وشراعة لقتني الشمس. لقتني الشمس بهرتني وخداني الوقت من ليلي، ونحساب الوقت ساعة. أتاري الشمس خداعة. رجعت بشوق نبحث عن دفاليلي، نبي ندفن أسى جروحي. لقيت الليل ما زال طفل صغير، وأنا يلي كبرت بروحي. كبير انت بصراحه، قيمه كبير والله. الله الله عليك، الله عليك. المرحوم ايوب الغرياني غنى لك نفترض مهما افترضنا. ايوب الغرياني غنى الحان عادل العن صديق مخلوف الله يرحمه. أيوة. كذلك طبعا هي فازت في 2010 بجائزة الشبابية في ذلك الوقت كأفضل عمل غنائي ليبي. وعمل خدا يعني صدى حلو عند الناس، واحتفلوا به، وتصور فيديو كليب في لبنان بشكل جيد. والحمد لله. يعني إذا كان اعتبروا الأغاني اللي ممكن دارت نوع من الانتشار، بنفترض في 2007 هي نفذت، وبعدها بهالسنوات الآن عندنا ضي القمر صياد اللي الحمد لله يعني نجحت ولاقت استحسان. نمشي أنا وياك للقمر، نقعد تحت الضي. ما عندكش مشكلة. نمشي تحت القمر ونسمعوا الفنان الجميل أبو بكر محمد في أغنية غناها محمد محسن المصري اللي كسرت الدنيا، عرضت في كثير من القنوات، الحان الليبي تامر الألواني، بصوت أبو بكر محمد الجميل. حيغني ضي قمر من كلمات الشاعر سالم العالم. أبو بكر محمد مع الفرقة الموسيقية. واشواقنا ميعاد، ضاي القمر صياد، واشواقنا ميعاد، والليل همسة خايفة، همسة خايفة، همسة خايفة، الليل همسة خايفة. ضي القمر صياد واشواقنا ميعاد، ضي القمر صياد واشواقنا ميعاد، والليل همسة خايفة، همسة خايفة، همسة خايفة، الليل همسة خايفة. جيتي على اطراف الخريف متسربلة بالصمت، مشحون فيك الكبت، لكن عيونك بين عليها مرايفة. اي والله مرايفة، يا عيني مرايفة. جيتي بعد باب المساء وبيني وبينك ليل، وجرح محل غفا ولا زيت في القنديل، والعمر عدى كيف مالك شايفة، مالك شايفة، اي والله شايفة. ضي القمر صياد واشواقنا ميعاد، ضي القمر صياد واشواقنا ميعاد، والليل همسة خايفة، الليل همسة خايفة، الليل همسة خايفة.
متأخرة دهر ثمان شهور، جسر المواعيد انكسر، سفح المسافات انحدر، شوق الحياة مذبوح والغير ما في يده مطر، والروح ملها روح وما عاد عندي للوجع صبر، والورد متيابس عروقة صايفة، عروقة صايفة يا والله صايفة، ضي القمر صياد وشوقنا ميعاد، ضي القمر وشوقنا ميعاد، واليوم دمعنا أسفل، دمعنا أسفل، دمعنا أسفل، دمعنا أسفل. الله 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 الله. صحيت يا ابو بكر. والله انت جميل يا ابو بكر بصراحه، والله راية جدا. حنلتقي طبعا بابو بكر في اغاني اخرى باذن الله تعالى. لكن سالم، كلمه مسربله هذه اعتقد ان الشعراء الشعبيين ما قدرش هي لا. طبعا فصيحه ايه متسربله، أيه. كلمه فصيحه. هي ميزه هذا النص ان اتكى على عديد من المفردات الجديده، ايوه، والفصيحه اللي عاده مش مستعمله، غير متسربله، أيه. طفره، شفره، صح. يعني تحسها غريبه في الاغنيه، بالاضافه ان هو الكلام ابيض فهي هذه احد الاشياء اللي ميزت هذا العمل حقيقه يعني. وتوفيق من الله نعتبرها كلها يعني. ضي قمر صياد، مشينا واصطدنا شاعر يقول في الشعر الغنائي ويقول في الشعر المحكي، لكن الشاعر الغنائي انا شايف انه هو شاعر مميز. هو من مدينه درنا، مدينه الثقافه والفنون والادب، هذه المدينه الفاتنه الجميله اللي تسكن ما بين البحر وما بين الجبل. كم فيها من الشعراء الرائعين، من المسرحيين، من الكتاب. هو هذا الشاعر تعامل مع بعض المطربين وخاصة الغناء الشعبي. نتعرفوا أكثر عن حكايته مع الشعر، مع المحكي، مع بعض المطربين. الشاعر سالم التاوسكي. اهلا وسهلا استاذ سالم. مرحبتين. يا مرحبا بك، تفضل استاذ. اهلا وسهلا. شنو حالكم؟ سالم التاوسكي، نورت. نوركم ان شاء الله. خبرنا على درنا. امورها تمام الحمد لله. جميله الحمد لله بخير. سالم التقيت انا وياه في مهرجان درنا الزاهره، وكانت ليله جميله سمعنا فيها الكثير من القصائد. انا طبعا كان لي الشرف اتعرف عليه اول مره، سلمك. وكان معنا بعض العازفين والمطربين، وحبيت ان يكون احد شركاء سالم العالم في هذه السهره يتقاسموا المفردات الجميله من خلال الشعر المحكي. انت تعاملت مع الشعر الغنائي مبكرا ثم التحقت بنصوص كمحاولات زي ما قلت انت مع الشعر المحكي. اولا سعيد جدا استاذ عطيه بوجودي بينكم ووجودي في طرابلس، المدينه الجميله الحبيبه على الجميع والغاليه على قلوب كل ليبي. طبعا استاذ، هي البدايات كانت طبعا في الفتره الاعداديه. كتابه الشعر هي البدايه كانت فصحى صراحه يعني. بديت بالفصحى انت، وما تسالنيش انك تذكرني بقصيده لاني الذاكره ممحيه يعني منها. فكان بدايات الفصحى يعني قصائد فصحى، ولكن بعدها وجدت نفسي في العاميه. في العاميه وبعد العاميه الشعر ولا عاميه غنائيه؟ العاميه الغنائيه ثم الغنائيه. أيوة. انا بدأت التجارب طبعا من خلال التعامل مع فنانين، وعلى راسهم طبعا البدايات يعني كان مع الفنان الاستاذ فتح معيلف، اللي ممكن الى الان مستمرين في اعمال ان شاء الله قريبا حيتم انتاجها. اغاني مفتاح مالف اغلبها لك انت؟ معظم الاعمال. ايوه. مثلا اعطيني ترى بعض النماذج. مثلا واحد من الاعمال هو انشهر يعني بين الناس يردوا فيه، ولا عمل والله الباين فيك ما انا قلبي. والله الباين فيك ما انا قلبي. والله الباين فيك ما انا قلبي، رضاهم تريد وراحتي ما تبي. ايوه. مشغول من يلاهم على حساب تعذيبي تريد رضاهم. هم يزعلوا نلقاك تجداهم، ما تقول عمرك على العصر متربي. الله ما نكلي عليهم تحن وما تحن علي، استخسرت يا قلبي الراحه في عليك وعليهم انا موكل رب. الله الله الله.
المهم بذكرك استاذ ان طبعا الدخول ما بعد الغنائي الدخول العامي، لا اسف المحكي. طبعا المحكي انا بنقول لك شيء، طبعا هي مدرسه جديده معروف، ممكن استاذ سالم تحدث فيها اكثر منا وعارف اكثر. وحكينا في تفصيل. نعم. ما نقولش نقول لك اني ما تاثرتش به يعني المحكي. طبعا وين صار اختلافات واجد او خلافات واجد على ان دخول المحكي على الشعر حاليا انه هو تمرد عن الشعر الشعبي او عن الشعر الغنائي او الى اخره، ولكن انا قناعتي كسالم توسكي صراحه يعني، واقولها بمنتهى التواضع ان المهم ان اقول شعرا. أيوة. لان الشعر صوره بالنسبه لي انا صراحه. الشعر صوره يعني احيانا انا اقرا مقال في صحيفه مثلا، صح. او نقرا دراسه معينه. يعني على سبيل المثال لما تمر عليك في حاجه مكتوبه في احدى المقالات البحر دمعه الارض، ما اناش خلاص انا اكتفيت بصوره يعني زي ما نقول لك قد يعشق طائرا سمكها ولكن اين يلتقيان يا صديقي. مو هنا نحن ما جيناش للوزن ولا جينا للقافيه، ولكن جينا لحال الشعر يعني. وانا وجدت صوره، فانا الشعر انا ننظر لان صوره يعني. فما بالتالي طبعا لما بديت انا في محاولات كتابه المحكي، ما مش نقول لك يعني قاعد ما بين المحكي وبين الغنائي. يعني النفس في وجبة المحكي، النفس الغنائي موجود قاعد عندي. وين تطوعك نفسك أكثر في والله أنا بقول لك حاجة، الغنائي ولا في المحكي؟ أنا بس نقول لك حاجة، هو أكيد في الغنائي، ولكن بصراحة استمتعت به يعني المحكي يعني في كتابتي له، لأني وجدت براح. لأن الغنائي طبعا أنت عارف أستاذ ان الغنائي طبعا زي ما نقول لك انت مطلع وبيتين بغض النظر عن العدد، ولكن اقصد في الشكل، لانه هو يحدك في كتابته يعني محدود هو الشكل اللي بيكون يعني زي ما احنا مثلا نقولوا في وزن برجيله او في كذا، زي اللي سمعناه تو في منق قلبي مثلا، هو مطلع مثلا كوبليهين المفتاح نحن نسموه فيه. ولكن ميزه المحكي ان تجد فيه وفي حاجه اخرى استاذ، انه تو يقول لك المحكي انكم انتم خرجتوا على اللغه او على، بالعكس انا لغتنا لغه الشارع هي، ولكن الجميل انك انت تحليه بالمدنيه بشوي يعني بالفكره بطرح الفكره. هو طبعا في نص، هو هي نقول محاوله نحكي وبعد اذن كم يعني ممكن تسمعوها منا. خذ المايك. نعم استاذ حاضر. طبعا انا اقرا من الورقه لان زي ما قلت لك مرهقه الذاكره. تفضل. طبعا النص يقول بعض من بعض. خيالي اناني صدقي لما نشوفك، نتمنى الوحيد اللي يشوفك، ونختلي بروحك بروحي، نفتح لك خزاير روحي، وليش صمت حذاك كان الوجه الآخر البوحي. جنوني كيف يختصرك، مثلا تخايل ملعبي خصرك، ويدي الوحيدة بس اللي يطوفك، وهذا بعض من لما نشوفك. نحسد عيون مرايتك علي مهل تأمل فيك، دافع تمرد غيرتي وحجم ارتباطها بيك، خلاني عليك نغار حتى منك عليك، ونروي قصة القصة، وتأخرك عن موعد الحصة موعد احتجاجي، وكيف كنت على حسابي الراجي، تروي منابع جيتك أرض احتياجي، واحتبريها زكاه من دار معروفك، وهذا بعض من لما نشوفك. نحسد أسف زعلتك رض، ونحسد إحساس الماء عليه حظة، مش انت توضي به هو اللي بيكي توضى، ونحسد سواد نهايته كانت على كتوفك، وهذا بعض من لما نشوفك. نحسد حسن انخلق لجلك، وحظ الحذاء اللي ضم رجلك، وثوب ارتديتيه عليه أنوثة النعمة، وفنجان ارتشفتيه تمنيت نكون طعمة، تمنيت روحي عطر صلى على كفوفك، ونكون آخر حرف ختمتي به آخر حروفك، تمنيت روحي سطر مهجور ارتشف خطك، وساد علي كتفه مساحتك، وكم في أطراف الروح من رحشة، ومكان غادرتيه وراك شيع نحشة، ومكان غادرتيه وراك شيع نحشة. نحسد الإيد اللي تصافح إيدك، تمنى خلقني إيد احتبريني أنا وليدك، وانت تمني في وليد، ومن دونهم نبقى عليك يخاف أكثر من عليك خوفك، وهذا بعض من بعض لما نشوفك. يا سلام يا سلام يا سلام. وتمنيت روحي حرف في آخر حروفك. نعم. تمنيت روحي حرف ختمتي به آخر حروفك، ونحسد الإيد اللي تصافح إيدك، نتمنى خلقني إيد احتبريني، هي قصة راي احتبريني أنا وليدك، وانت تمني في وليد، واللي عليك يخاف أكثر من عليك خوفك، وهذا بعض الله البعض لما حلو. عادة قصائدك المحكية تأتي
هيك يعني طيف عابر وحاجه واقعيه، هو قصه صديق هي حدثت مثلاً معاه؟ احيانا هي تتاثر بموقف عابر او ترجع للارشيف، لان هي قصه ان الكاتب الشاعر لما يقول لك انه هو شاعر في شاعر موقف يعني. انا حسب وجهه نظري لما بنقول لك ان هذا شاعر موقف، مش لازم ان الموقف يكون اني يعني الكتابه انيه يعني اقصد في نفس الوقت اللي حدث فيه الموقف. احيانا رجعت بك الذاكره تجدد الموقف ولو حتى في بدري ناقشنا قبل ما ندخل انا الاستاذ سالم، قلت له حتى العطر له ذاكره، طعم ذاكره، صح. عرفت؟ صح. فترجع بك انك تجدد نص، ولكن ممكن الجميل فيه ان الحاله اللي هي القديمه مرت بك خلاتك تكتب النص في الان ما بعد مرور كم سنه، ولكن بالشكل الجديد او بتطورك او بنموك انت يعني بدلعاتك وثقافتك يعني باضافاتك يعني. حتى انت عارف ان حتى الخبره، العمر، القراءه، ان كلها الروافد والتجارب العطر الذاكره إيه؟ وتذوق. على فكره عندي حاجه بس مش متذكر النص، تقول وعطرك معشش في حنايا الذاكره. هذا نبينا بس مش متذكر النص حقيقه، بس المقطع هذا متذكر. لما جو للتذوق ما بين الشعر الشعبي والشعر المحكي عند الملحنين، انت تعاملت مع عطيه محمد، مع بعض الملحنين الاخرين كما ذكرت بكري حضرتك، وين يحسوا في التذوق؟ عند المحكيه سالم العالم ولا عند عاميه سالم العالم؟ عشان نكون مع صريح وبدون ما يزعل مني حد. هو انا واجهتني صعوبه في كثير مع ملحنين كبار واسماء يعني انا اعتز باني تعاملت معه. على فكره انا تعاملت مع كاظم نديم الله يرحمه، مع نور الدين المهدي، مع عطيه محمد، مع مع حقيق محمد عبد المجيد حقيق، عبد الجليل خالد، العديد، مع ماجد الدهماني، مع من الشباب الجدد يعني عادل العجيلي، صديق مخلوف، العديد. مش اي حد يقدر يتعامل مع علي الغناي، مش اي حد يقدر يتعامل مع النص المحكي. الكل لان الرؤيه الغنائيه يخافوا منا مثلا، مش يخافوا منا مثلا احيانا هو يبي مطلعوا ببيتين قيد الجمله الموسيقيه، جمله الجمله الموسيقيه. الموسيقى هي لان هو موسيقي بالدرجه الاولى. بس لما نسمع عليه وشادي لفيروز نحس ان المرأة كلبة والله بصدق يعني يديروا حاجات مش منطقية اللي تدير. لما تقول لهم يا جماعة لما نقرا الكلام بس يقول شيء كينو هذا. لا هو لأن فيه اللي يخاف من التجربة، فيه اللي يخاف يخوض التجربة حقيقة. أنا نبي نقول شيء مهم، أن من أول من دعم تلحين النص، أنا على فكرة كل حلي أغاني، بس أول من وقف وراء تلحين النص المحكي هو الموسيقار علي الغناي. ولحلي عمل اسمه على كفك وعلى كفك، حتى لم ينفذ، ممكن غناه علي الغناي في الراديو مرة في برنامج، ولكن لم ينفذ، ولكن كان وراء هذا الشكل بشكل قوي. شنو يقول ترى؟ طب يقول على كفك قريت عمري، عرفت امتى يجي ليلي، عرفت امتى يغيب قمري، من كفك عرفت انك بروحك على الهوى سلطان، وانا المغلوب على امري. طبعا مش حنتذكر انا باقي النص، بس لكن حقيقة اكثر شخص قدر يتعامل كملحن مع النص المحكي هو الدكتور الاستاذ تامر العلواني. طبعا تامر العلواني كم عمل عنده؟ كل الاعمال عنده والله تقريبا. صار اعطي لي كتاب مره واحده انت. تامر عنده يعني كرت اخضر يلحن اي شيء من اعمالي بدون حتى ما يرجع لي. وما نقدرش نعطي عمل اي ملحن الا لما نقول له تامر تبيه ولا نعطيه. اذا كان تامر شايف انه بيلحنه لان بصراحه عنده رؤيه للعمل المحكي. وبعدين نحن تبنينا مشروع ان ننقل هذا النص الى نص غنائي، انه يكون مجرد نص مقروء او في كتاب، انه ينتقل الى نص مغنى. ضي القمر صياد سمعناها تامر العلواني، والعديد من الاعمال لتامر العلواني حقيقه. وطبعا الميزه شنو؟ ان في العلاقه اللي تربطني بتامر خلاته هو عايش الحاله. الاخر بيتلاقى معك في نص بياخذه منك، يسمع منك مره بيمشي لحنه، وهو في عقليته انه هو بيكتب بلحن اغنيه. عندك قصه ضي قمر؟ عندك حكايه؟ لا حكايه لا، هي عباره عن ماشي فجر على شط البحر على الرمله، والقمر كان بدر، فقلت اللي ماشي مكشوف يعني. تو تنوض الفجر انت تمشي على البحر؟ كل يوم نوض الفجر. لا مش تو مشيش على البحر، وتمشي على البحر. الفجر. بس هذيك الوقت كنت انا في فندق على البحر في مدينه قابس في تونس في 2000 وكم؟ 2004. فما جانيش نوم، فطلعت نتمشى هيك، وكان صيف،
كان القمر نجيت القمر. القمر لا كان يعني كان فضيحه، يعني القمر واضح كل شيء، يعني كانه نهار فهمت، وعلى البحر والدنيا ما فيش اضاءه اخرى، فصياد يصيد اي حد يتحرك يعني، فقد ضي القمر صياد واشواقنا ميعاد والليل لمسه، وتم الاشتغال على النص هيك بشكل، بس ما فيش اي قصه وراها حقيقه يعني. واغلب نصوصي في الغالب ما تجدش انه وراها في شيء، يعني انا نجمع الزكي احيانا نلتقط كلمه من الشارع. في ناس بعض الشعراء والنقاد اللي التقيت معاهم قالوا سالم في خيال ليبيا هذه الأغنية. والله على فكرة عندي نص بعنوان أسئلة قالوا كذلك. في أغلب نصوصي أنت دائما الوطن حاضر في نصوصي بشكل أو بآخر، هو موجود يعني. عجبتني قصيدة بنغازي هنا بصراحة. قصيدة بنغازي والله جميلة. قصيدة طويلة طبعا. لكن أعطيني المطلع وبيتين. أنا نعطيك اللي نتذكره منه. أتذكر حبيبتنا بنغازي بصراحة. بنغازي أمي إن كان غابت أمي، وطعم الملح في دموعي، وطعم الزيتون في فمي. بنغازي نعرفها مخبيها تحت جفني، فيا تشم ريحتها مهما نغيب تعرفني، وتعرف ما يكدرني، وتعرف ما يكيفني مثل أمي شفقها لون دمي. بنغازي تعرفني زناقيها، وتعرف كل الضحكات، وتسمعها في أشعاري تشكل نبض كلماتي، وتلقاها في حكاياتي. طبعا النص حقيقة يريح مني النص القديم، بس فيه مقاطع جميلة، بس هذا اللي أنا متذكر الآن. عندك حاجة درنا؟ كتبت حاجة في درنا؟ مطلع أعطينا مطلع والله إذا تتذكر مثلا، باعتبار احنا ذكرنا بنغازي. نعم هي في حاجة لدرنا أستاذ، ففي توأم بين بنغازي ودرنا على فكرة في الفنون أكيد والأدب والمسرحيات النص يقول هو هذه اللي نعرفوها زين، غنوة غلا للعاشقين، من صغرنا كنا نغنوها، هكي درنا نعرفوها، شمعة تذوب من الشاعر وأفكار تلهم شاعر وجام من مزمار غرت حنين، وهذه اللي نعرفوها زين. هكي نعرفوها تكون درنا الحنون كون داخل كون، منارة علم وثقافة للضيف مضيافة، عطاء صدق متشوفة حسافة، تعطي من غير منا تخايل، في الأرض جنة أكيد درنا الجنة، ورحاب وجوه في غيرها متشين، وهذه اللي نعرفوها زين. هكي نعرفوها تكون درنا الحنون كون داخل كون، منارة علم وثقافة للضيف مضيافة، عطاء صدق متشوفة حسافة، تعطي من غير منا تخايل، في الأرض جنة أكيد درنا الجنة، ورحاب وجوه في غيرها متشين، وهذه اللي نعرفوها زين. في الحسن خيرة الخيرة ما بين بحر وجبل تجلس أميرة، وأطفال صبح العيد للجدة تسارع، كم بالبراءة لعب من فرحة الشارع، وجارة مع جارة تبصر معاها عليه صفرة المكسومة تعصر، يسهرن عليه وجهزا من حلو في عصر الكبيرة، وعن وادي وعن شلال تسقي غناوي جودهم غيرة، وعن متيم بها اختصر تعبيرة، قال تعابيرة درنا ماهي للوداع، درنا ما تلبس قناع، درنا حرفي واليراع، طفولة أم العيون وساعة، درنا حكاية أم، والأم أصلا ما تكرر مرتين، وهذه اللي نعرفوها زين، غنوة غلا للعاشقين. هذه تحية لدرنا، تحية لبنغازي، تحية لكل مدننا الجميلة. مفتاح معيلف غنى كثير من الأغاني للشاعر سالم التوسكي بصوت أبو بكر محمد، نسمعوها بعد الفاصل. حطت بنا الطائرة الآن في مطار ليبيا العالمي، درجة الحرارة في الخارج 29 درجة. على طول يا مان. خلاص يا راجل. اسمعني يا آخر واحدة بالله عليك. تعرف غادي لقيتهم دايرين بساط تخدم بالضي، زي فكرتين اللي مديرها في الجامعة، غير هم ما دامونيش، بس راي معلم راه. تاكل يا دعموك، انت ايش دينا كعبي المطار خويا. لو سمحت عندك الوحدة هذيك؟ انا ما عنديش، لكن المنظمة هو شكلها عنده. غير دقيقة بس، مين قال لك عندي؟ انا قلت في حاجة. أنا عندي واحد. ولا خف روحك خونا لبلة راجل. أنا بعدك يبلع. حتى لو راحت ليبرا خليك مريح بالك من الدوشة، فعل خدمة اسم البيانة.
المنزل هو عالمنا، هو المكان الآمن والمريح. كل زاوية فيه مهمة، وكل التفاصيل الصغيرة تعني لي الكثير، لأنها تخلق فرق كبير. لذلك أحب أهتم باختياراتي، وأحرص إنها تكون على قدر كبير من الجودة والجمال، لأنها تمثل ذوقي وتعكس شخصيتي. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج القلب ما ينساكم. هذا المساء نحن في حضرة الشعر المحكي بين السالمين، بين الشاعرين الجميلين، الشاعر سالم التوسكي والشاعر سالم العالم. يا رب دائما تكونوا سالمين وغانمين. هذه الليلة سيكون معنا في الجزء الثالث والأخير شاعر من مدينة جدابية، شاعر فكاهي، حنسمع منه مجموعة من الفكاهيات الجميلة. لكن خلوني أنا وياكم نمشوا لأبو بكر محمد في عمل كتبة سالم التوسكي غناه مفتاح معيلف. بنسمعوه هذه الليلة من الصوت الجميل أبو بكر محمد، والله مانك قلبي. والله مالك قلبي، مالك قلبي، والله باين فيك مالك قلبي، والله باين فيك مالك قلبي، رضاه متري ظاهر تريد وراحتي ما تبي، والله يبين فيك مالك قلبي، مالك قلبي، مالك قلبي، مالك قلبي، والله مالك قلبي، مالك قلبي، والله الباين فيك مالك قلبي، والله الباين فيك، والله الواضح فيك، والله
يقولون القلب تشدام القلب تشدام ما تقول عمرك على العصر بتربي والله البين فيك والله الواضح فيك والله البين فيك ما قلبي والله قلبي ما قلبي والله البين فيك ما قلبي والله البين فيك والله البين فيك والله البين فيك ما قلبي والله ما أنا قلبي ما أنا قلبي والله الباين فيك ما أنا قلبي والله الباين فيك والله الواضح فيك والله الباين فيك ما والله انت جميل يا ابو بكر بصراحه، يعني ابو بكر هذا صوت رائع. سالم هذه اغنيتك طبعا اكيد اكيد. غناها معلف وغناها ابو بكر. وين حسيت ب والله انا بقول لك شيء، كل واحد قالها هو كل واحد قالها بروح، لكن يعني شعرت انك انت انسجمت. اكيد طبعا. هو يستاهل بقول لك شيء، يعني هذا شيء من وجدانك، يعني لما يوصل للشارع يوصل للناس والناس تردد فيه تفرح به يعني نصك، لانك انت اكيد ما كتبتش بالساهل يعني. صح. فزي ما نقولوا تعبك ما راحش بلاش، زي ما نقولوا يعني انت العمل لما تعبت فيه وكتبته وصل للناس تردد فيه، وفرقه جميله بصراحه لكل الثناء والشكر لهم. هذا يعني ما نجوم اساتذه اكيد يعني اساتذه. وانا سعيد جدا والله اني اليوم معاكم يعني ومعاهم جد. فجميل حتى احساس بكر الدرلات اللي قال العرب الجمل الجميله. مطرب يعني صوت طربي. يقولوا سالم الواحد لما يكتب القصيده وشاركنا سالم العالم تظل صماع ما لم تتحول الى سوق عكاظ، سوق الانغام، الى مهرجانات يرددوها على الشفاه لانها مطربين، فهي ما زالت صماء. هو اكيد طبعا. هو طبعا انت تكتب، انت كتبت نصك هو موجود على الورق زي ما نقولوا او في لكن اكيد لما بيخرج للناس اكيد حتلقى رواجي عند الناس وتوصل. لكن انا بنقول لك حاجه، طبعا انا حسب وجهه نظر يعني كتابتك للقصيده او خروج القصيده يعني البوح بالقصيده باي عبر قناه، يعني سواء انك انت القيتها في مهرجان او نزلتها في تسجيل او رددوها الناس او غنى، هذا الشكل طبعا زي ما نقول لك كل مره تطلع بشكل الاغنيه او قصيده يعني سواء غنائيه او محكيه او الى اخره. فالمهم زي ما قلت لك المهم الجميله انها خرجت للناس. ايوه وصلت يعني زي ما نقول لك. هو في وجهه نظر اخرى يعني طبعا عند المتلقي، نحن لما نجد المتلقي انه يتذوق الكلمه اللي تحمل رساله تحمل هدف، يعني اللي زي ما قلت لك في بدايه حديثنا بدري فيها صوره وقرت في نفسها يعني اثرت فيه. لان تو نحن نقلت الصوره الدرنويه انت؟ والله خفت تقولوا الغرور هذه الحمد لله الحمد يعني اكيد. لكن في ناس سبقتني بصراحه وراو مش من باب التواضع بل من باب احقاق الحق، يعني في شعراء من باب احقاق الحق. حنحكوا مع رحلتك مع معالف شنو قصه احتواء معالف ليك وانت احتويته. والله يقول لك حاجه هو اللي حنحكوها بعدين، لكن تو نبي نسمع مشاكسه مناظره بينك وبين الرائع سالم العالم. نعم. في المحكي او في الغنائي نبي مثلا واحد يقول توكل يا سالم وانت توكل. ايوه تفضل قولوا بعدين. بسم الله. يلا.
حنسمع هالمشاكسة بين الشاعرين. هي في حاجة تقول على راحتك، على راحتك انت حرة، على راحتك ودك تغيبي غيبي الباين الذكرى من غلاك نصيب، على راحتك ودك تغيبي غيبي الباين الواضح الذكرى من غلاك نصيبي، على راحتك لو ظنك في غيبتك عني غيابي عنك، على راحتك لو ظنك في غيبتك في غيبتي عنك غيابي عنك غيبي، وما عاتبت ما عاتبت قابل منك ذكرى تونس في الخضور نحيبي، وعلى راحتك. على جوك تعال أنت ما يحلالك، تعال أسأل وما تسأل، تعال ساول وما تداوي قلب مجروح من حبك ومتحمل، تعال هدرز علينا يوم يا سي حتى تعال ساعة وما تطول، على جوك تبي تقعد تبي ترحل، على جوك على راحتك لغيابك وخير ما يطول معي عذابك، على راحتك لغيابك وخير ما يطول معي عذابك، خذي عهد في دمعي ندير حسابك، خذي عهد في دمعي ندير حسابك، وحروف اسمك زاد في تغريبي، وعلى راحتك. على جوك تدلل على اللي يخطر لك ودلع في اللي يخطر لك، واهجر هاللي يخطر لك، ووزع حبك السامي على اللي تحب زي ما تحب، على بابك وقفنا صفوف من العشاق نتسول، ولو ومضى تنور ليلنا المحروم من ضوك، على جو على راحتك لو تعدي، على راحتك لو تعدي يهجر غنا طيرك جناين ودي، لكن اللي نبيه قبل تعدي بالخير ديما تذكريه سريبي، وعلى راحتك ودك تغيبي غيبي. على جوك تعال سلم الطرف العين وما تتعب بلا ما تمدها يدك، وبلا ما تجود علينا بفيض من ودك، تعال وكون فوق الكل وخلك سيد الموقف، على راسي تستاهل منه قدك، تعال وخود مني شوق وانا عارف بحور الشوق ما تسدك، تعال بكل اخطائك وبعيوبك، تعال بجزرك وبمدك، تعال بكل ما في الريح من قوة، وجرفني وتوهني سفينة في عاصفة تنوك، وما تحزن تكسر شي في روحي ولا يهمك يا أخي تسونا وسوك، على جوك وعلى راحتك. أنا والله ماني جاي كلمة لما تزيدوا والله ما عندي ما نقول، والله ما أنا ما عاش داوي بصراحة. هي عندي حاجة طبعا أنا على راحتي ما عاش داوي شيء والله. تو شو نقول لك، هي في حاجة حتى هي يعني يردوا فيها الناس وخدمها أكثر من فنان، يعني هي من البدايات اللي هي ما عليكم فيه، ما عليكم فيه يا سيدي ما علينا فيه. هي المهم قيسها الليلة كلها بالربح يعني. تقول ما عليكم فيه الفراق منكم ودموع علي مربوحة مسامح، ما عليكم فيه ما نلوي عليكم إن كان عني هجركم يغنيكم، حسيت غيبة في سلام يديكم وفي عيونكم، ريت الحنين شوي فداكم العمر اللي جمعني بيكم، وحلم المكان اللي خلاص فضي أيام تجوني بالغلا ونجيكم، ويدفن يديكم في أحضان يدي حتى وأنا مازال شوقي فيكم، شوق الجدايب والظما للمي جرحي مسامح فيه، من زابيكم خلاص أرحلوا مريد منكم شي، الله معاكم مادام صار الياس من دنواكم، نعد عقلي ما أحلم يا لاكم لحلمت لا حسيت إنكم ليكم كان غالي، على عيون رضاكم يا ولاف عندي كي يرضى والدي، وكم كان فرحي وين ما نلقاكم فرحة الغايب للديار يجي سامحت، ما فارق من غير غلاكم ايه الدنيا تفرق بين خي وخي، ومربوحة مسامح ما عليك. الله عليك الله عليك يا حب ما بينتسى، حاولت نهرب منه، ننسفك في آخر قصيدة قلتها، ندفنك في حرف مايل على اليمين، نردمك في صوتي في سكوتي، في رعشة تسيطر على اليدين لما تمري من مدينة كنت نعرفها قبل 10 سنين، نتخايلك نستحضرك في ريشة الفنان، في لوحة في منحوتة في لون أزرق هارب من سطوة الألوان، نلقاك في أغنية للست، في تتر المسلسل سوري، في معزوفة الباخ أو شوبان، نكرهك من كثر مانك حاضرة في كل شيء، نشتمك نسبك يعني نقلب عليك الطاولة، نكسر حضورك بغيابي عليك، تطلعي في فنجان قهوتي على الصبح في نقال على غفلة يرن
في يد بنت مخطمة وكفوفها تشبه ايديك. لا انا السلام عليكم يا جماعه خلاص. لا السلام عليكم والله. لا لا خلاص. تسمع هذا انت اللي جاي تسمع. لا ما عادش سيرك. لا ما قصد انت اللي جبت وتحمل. انت اللي تحت الموضوع. هاي تفضل. والله هي في حاجه النص والله شعر يا شباب شو رايكم؟ سامحوني طبعا. والله انا اول مره رامي تشي واسمع قبل ما عندهم دوشه. طبعا النص هذا سامحوني بس هو السلعبيه طبعا. لكن انا اشوف فيكم نعم. يعني كل واحد يفكر بك ياخذ منك قصيده يلحنها. لا حاضر يكرم حتى الاستاذ الفنان بكر اكيد. حتى محمد الأوسية بالاخراج وعصام شعيبه وين نعم. تاهوا كلهم مصورين قدامي والله كلهم مبسوطين بكم صراحه يعني. والله العظيم. طبعا استاذ النص هي اخر ما كتب زي ما نقول اني انا في محاولات المحكي او في شيء نضاف يعني اخراج فيه زي ما قلنا مش ضيف أنا بنحكم على نص يعني كتابته معناه بنقول انه راهو فيه او مش نقده يعني. لكن هو انا كتابته خليته للناس اللي ممكن تنقد او الناس اللي فالنص اسمه استفهام. يقول تعبيري جازف بوصفك، تعبيري جازف بوصفك، في تناولك تحترضى علامات استفهام. إعجازي سلمك الإعجاز، لغة جديدة من مجاز عكس المجاز، ربان دهشة ضاع في يم الألغاز. صراع كاتب مع فكرة يخذل وصولها للسطر وفاة حبر الهام. عجز الإدراك وصفك، نصف الحسن أنتي كمل ثانيه نصفك. خلاصة تسامح طبع بينه وبين الكره ساير خصام. الله 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 علي سيادة طرحك لو لص الوصف خياله تطاول. علي سيادة طرحك لو لص الوصف خياله تطاول. اعتبريه موهبة تحاول مهنة طرحك يزاول. أبكم تجرأ على الكلام في غابة سكون أهداب. رواية سحر والبطولة للظلام وشاح بعناية عليه حبل الكتف منشور مظلل عليه جوز الحمام. هديل الصوت في حرب يأسي مني كان مبعوث السلام. بسمع عليه الخرين تفرك فيها الرضا يا دوب يشرك. خوف العذر من قاضي الملام. سلوموشن هوية خصر، فعل جاير منتشي بالنصر. جالس عليه عرش القوام في ذاته مشكلة واكثر من علامة استفهام. عائق طريق تفسيرك، فيك السر اختزل روحه أقسم عليه حرمان غيرك. أنا مانيش كاهن لكن فيك ما يخليني عليك الراهن. نقدر عليك الراهن أوطان واجد تبعدك عنهن. لدرجة يقيني شك انتي منهن وربي انتي مش كيفهن. معادلة تعريفك ورطح ذا تعريفهن. ملقاك فجر حرر دهاليزي، سعادة جلال بشمس تبريزي. فرحة زهور خدود تنعش أنفاس جذورها لو دمعة ريهام. تأكد مشكلة وصفك معقدة واكثر من علامات استفهام. الله بالله شو رايك انت اول مره هذا نص رائع المفتاح وهذا يعني يلمس المحكي بشكل جميل. وفي من قال طبعا استاذ من في يعني ان النص هذا هو محكي ولكن تداعم فيه الرمزيه واجد. هو هذه احد المحكي تكتر فيه الرمزيه اكيد. نعم تكتر فيه الرمزيه. هو يعني يبتعد دائما عن طرح المواضيع بشكل تقليدي ومباشر. سمعك هذا استاذ. ارقص ألم، دقات قلبي طبلك والدمع مزمارك. هدي لك انت. ارقص ألم، دقات قلبي طبلك والدمع مزمارك وأنات النغم. ارقص مذبوح فيك الوجد ومبحوح فيك الليل ومجروحة خطاوي عمرك ومكسور القدم. ارقص في كل شاعر زوربا والكل عاشق ظل والكل مبدع صنم. ارقص أنا أصدق نبوءاتك وأنا أحلى انكساراتك وأنا آخر تقاسيمك على أوتار العدم. ارقص ألم، ارقص ندم، واضحك مش كفاية تبتسم، يكفيك إن الموت جواك ابتسم. ارقص على وجاعي واسفر حنينك نار واطفيها على دراعي وأجج جحيمك فيك واحرق مراكب لهفتي وشراعي. مو حال تبني شيء قبل الهدم. ارقص
ألم. أرقص ألم، هذه عنونت بها ديوانك أرقص ألم. ليش اخترت أرقص ألم في الديوان؟ ديوان أرقص ألم ديوان خاص. طبع مش لليبيا، طبع في مصر، وتم فيه انتقاء مجموعة من النصوص اللي هي سهل وصولها إلى المتلقي العربي. ما في أنا عندي بعض النصوص فيه الهوية الليبية بارزة بكثرة، ومفردات الليبية واضحة فيها بشكل كبير. فأرقص ألم كانت من أكثر النصوص اللي هو مفهوم في كل مكان. طبعا العمل هذا لحن تامر أيضا، وفي المغرب بهري بيه بأداء تامر حقيقة في أحد النشاطات. فكان العنوان لنا ملفت، أرقص ألم كعنوان كان جميل، فكان عنوان نص خاص طبع في مصر ولم يتداول في ليبيا. هو رقص شعرا، وكان راقص ماهر جدا بكلماته، ببحوره، بقوافيه، بأنغامه الشعرية الجميلة، ولكنه الآن يمر بحالة ألم. شاعر مفتاح العماري، طبعا له الشفاء. حاولنا في نبضة قلب أنا وفريق الإعداد أن نرحل مع ذكريات مع بعض من إنتاجها الشعري، ليكون لمسة حب، لمسة تقدير، لمسة تكريم، وربي يشفيه الشاعر مفتاح العماري كما قلت، الذي رقص والآن يتألم. نبضة قلب. العماري هو الشاعر العامر في دواوينه وأشعاره بالكلمات والمفردات الساحرة. أسرى عقولنا وتربع في قلوبنا، وتعلقنا بقصيدته الشهيرة رجل بأسره يمشي وحيدا. هو الشاعر والكاتب الحالم الذي يبهجنا في مقالاته الأدبية، ويطير بنا نحو مواطن الجمال والحب والسلام. وهذه رفيقته الوفاء، بألم وحب تتحدث. أنا سميرة البزيدي، كاتبة وشاعرة. زوجي هو الشاعر الليبي المعروف مفتاح أحمد العماري، صاحب المؤلفات العديدة، والذي أثرى المكتبة الليبية بكتبه ومؤلفاته. وهو أيضا فوق ذلك صاحب المشروع الحداثي بقصيدة النثر، وصاحب مدرسة شعرية راسخة ومعروفة. كتب في الصحف والمجلات، وشارك في الأمسيات بالداخل والخارج، مثل ليبيا خير تمثيل. وهو يعاني الآن من مطالب مرضه القديم، واضطر للعلاج بتركيا، ولكن العلاج لم يسر على ما يرام. وأنا من خلال صفحتي الفترة الماضية على الفيسبوك وجهت نداء حول الحالة الصحية المتردية لزوج الشاعر مفتاح العماري. وفي الحقيقة وجدت هذه الصرخة أو النداء، وجدت الصدى الكبير والذي لم أكن أتوقعه، سواء من قبل المثقفين الذين شكلوا عرائض للتوقيع، أو من قبل حتى الناس العاديين. وربما هذا الميزة الوحيدة لكون الإنسان كاتب وشاعر في هذا المجتمع الذي نعرف أنه لا يبالي كثيرا بهموم المثقفين والكتاب. كما قلت لك، على أثر هذا النداء صار في حراك يعني واستجابة من جهاز طب الدعم والطوارئ الذي أصدر له سيادة السيد عبد الحميد البيبة. وجه له تعليمات بنقل الحالة الطبية أو الحالة المرضية من تركيا إلى ألمانيا. وكان هذا ندائي في الأساس، كان ندائي تحويل الحالة، هو يعالج يعني على حساب المجتمع. وكان ندائي إنه هو مش محتاج يعني دعم مالي أو محتاج هبات أو محتاج صدقة أو أي شيء لإكمال علاجه، هو في الحقيقة يعالج على حساب المجتمع.
لكن أردت أن يكون الأمر أنه يتحول العلاج مساره من تركيا إلى ألمانيا، ولكن ظللنا في مرحلة الانتظار، والانتظار هذا طال وهو خارج المستشفى. الانتظار أكثر من شهر توليه وهو خارج المستشفى، ويحتاج لأدوية ويحتاج لعلاج. وحتى لما يعني رجع ودار مراجعة، كان عنده مراجعة، عُمل بطريقة سيئة وقاسية في أثناء الفحص، بل ومؤذية. هو الآن خارج المستشفى وينتظر في هذا القرار. خلال الفترة الماضية تم مخاطبتي من قبل مكتب جهاز طب الدعم والطوارئ بطرابلس على أساس أن الأوراق وصلت للسفارة الألمانية، وقالوا لي خلال يومين يعني سيتم يعني البت فيها، وإلى الآن لا زالت الأمور كما هي. والأستاذ يعني يعاني وعنده عنده مضاعفات لما حدث. أنا نوجه نداء آخر للتسريع في الحالة، لأنها هي طالت أكثر مما ينبغي. أنا عبد الكاتب، الكلام الذي يهجرني أهمله ردحا حتى يعود أقل فأقل. نبضة قلب في هذه الحلقة خفقت قلوبنا بنبضة حب لشاعر مبدع أدخل البهجة ورسم البسمة على وجوه الجميع، والجميع يا عماري يبادلك الحب ويدعون لك بالشفاء. مفتاح العماري طبعا كان من الداعمين للشعر المحكي، صح يا سالم ولا؟ طبعا. مفتاح العماري هو أول شخص أعطاني ديوان عيون سالمة للسيد رقيعي، وقال لي سالم دور السيد رقيعي. السيد رقيعي من فرسان الشعر المحكي. السيد رقيعي أنا أطلق عليه اسم شيخ الطريقة، شيخ الطريقة المحكي، شيخ الطريقة. الله الله. أوكي. جميل والله. فهو ديوان عيون سالمة كتب في الثمانينات ونشر في التسعينات. هذاك الوقت أنا يعني لسه ما زلت نكتب في نص شعبي ونص غنائي. المحكي أتلمسه ما فيش حاجة اسمها محكي. وكان نص صادم في ذلك الفترة، لأنه كان نقلة في الشعر العامي في ليبيا، في وجود الشعر الشعبي والغنائي كان ديوان عيون سالمة. وللأمانة وللتاريخ، هذه معلومة ممكن تقال لأول مرة، كان وراء هذا الديوان الموسيقار والفنان العالمي أحمد فكرون. وجوله تحية في هذه اللحظة. الآن هو قاعد يستعد لإنتاج أعمال جديدة للسيد رقيعي، وغنى عيون سالمة للسيد رقيعي. أحمد فكرون دعم السيد رقيعي كثيرا، أحمد الحريري دعمنا جميعا الله يرحمه، مفتاح العماري دعم الشعر المحكي، لأن كان يعرف قبل ما نتعرف عليه الدنقلي، وكان يعرف السيد رقيعي. لطفي عبد اللطيف الله يرحمه كان سبب في التقائنا مع بعض. فهذين أشخاص كان لهم، أنا أعتبر أن لهم تأثير كبير على الشعر المحكي، وأنهم أبرزوه للناس وساهموا في أن نحن وصلنا للي وصلنا. خلينا نضيفكم يا جماعة عني، وبعدين نبي نسمع من أستاذ سالم توسكي. تفضل سالم. هذه شنو؟ هذه تقريبا بكلاوة. بكلاوة تقريبا لك. أعطيك لينكس. أعطينا معها. تفضل. بكلاوة ما حدش يقدر يقولها لا. سلومة، علاقتك بمفتاح معيلف؟ نعم استاذ. أعتقد أنه هو أكثر مطرب غنى لك أعمالك. نعم. في قصة وراء الموضوع، فيه علاقة مثلا اجتماعية، كيمياء، لقاء بينكم الزوز؟ تفضل مشروب، تفضل خذ عصير. هو والله بنقول لك حاجه استاذ، طبعا هو اكثر الاعمال كان مع مفتاح معيف، لكن طبعا حقيقه كان في اعمال مع فنانين اخرين. يعني هو العلاقه طبعا هذه في ناس واجده قالوا ان اكثر الاعمال تغنى بين مفتاح، لكن زي ما قلت لك يعني وزي ما عرجنا ان في فنانين اخرين تغنوا. خلينا نسمعوا شوقي شوقي اللي طار رجاه، هشام البكاي على القانون. ممكن نعم. في بقاني يعني حاضر استاذ اللي نتذكر منها ان شاء الله يعني. يلا هاي هي تقول شوقي اللي طار رجاهم، شوق اللي في صحراء ماهم، شوق اللي طار رجاهم، شوق اللي في صحراء ماهم، جفوا بات الجوع عشاهم، انظر موتى انظر حيين،
لا تاق خبرهم. نعاتبهم والله نعذرهم، هم خلولي غير صورهم. تواسي دمع رياف العين، تواسي دمع رياف عليهم اللي غابوا وغبي طاريهم. مشتاق الحن سهاريهم، شوق عقيل دير جنين، شوق المحتاجة، شوق المركب عون مواجه، شوق الطوفة للحجاجة، شوق المشتاقة، شوق فريسة للبنداقة صحة في الطول مساكين، شوق المتغرب لبلاده، شوق المديون السدادة، شوق اللي حالم بوسادة يحلم بملاقى الغاليين، شوق مريض للسوال اللي لا أب وجد وخال. عندي ما زالا لمال نلقاهم ونرد الدين، وشوقي للي طار رجاهم، شوق اللي في صحراء ماهم، في صحراء ماهم، جف وبات الجوع عشاهم، يمكن موتوا يمكن حيين، وشوقي للي طار رجاهم. شكرا. الله 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 الله. احكي لنا على السر، شنو السر اللي عندك؟ والله هو الاسرار كثيره. اولها ايش السر اللي فيك عند ابو بكر؟ ان شاء الله نسمعوها. انا سمعت محمد جبالي عنده اغنيه في نفس الكلام. هي على فكره حتى اسماء المنور عندها نفس الجمله. ايوه هي اسماء ومحمد جبالي غنوها. لكن الجديد السر هو هذا السر. عمل ان شاء الله قريبا مع الفنانه التونسيه مينا فاخت. جميل. بعنوان مازال بدري. عملين 3 اعمال مع اسماء سليم. واحده من الاغنيه الكلام اللي سمعناه تو على جوك. على جوك. ونص بعنوان ما بنك. ال3 اعمال هذه الحان تامر العلواني. وفي نص ثالث باللهجه التونسيه لاسماء سليم، الحان محمد الوافي اللي نتمنى له التوفيق الان في مسابقه الان مقرئ نتاع في الشارقه. نتمنى انه هو نتمنى ان الليبيين يصوتوا له على فكره. نتمنى الليبيين يصوتوا له. ملحن عظيم وصوت عظيم. الجديد الاخير يا عطيه الفرقه ان شاء الله حتنورنا فيه مهرجان الاغنيه الليبيه في دورة الخامسة. العمل الشرفي للمهرجان العمل الشرفي للمهرجان، عمل غنائي للمهرجان الشرفي اسمه وطن السلام. وطن السلام. كلماتي ان شاء الله والحان خالد الزواوي وغناء خالد الزواوي والفنانه روعه صلاح. لو سمحتوا لنا حنقرا منها مقطع. يا سلام تفضل. هذا أنا وهذا الوطن والله فوق الكل. كلا أنا من هو أنا غير اسم بين أسماء وشوية مواجع ساهرة تلفع مع حلول المساء، وباقي شهادة معلقة وكم قصة غلاء وحفنة حكاوي مسافرة في الذاكرة أغلبها انتساء، وأحلام ديما مأجلة ومرات يحييها الأمل والله فوق الكل. كلا الوطن الله يا مبهى الوطن، كلمة كبيرة وسهلة تخلي البعيد يحن. الوطن كيف الأم تعرف ابنها ما تسأله من وين والله المن. الوطن حاجة ثانية لمسة عطوفة وحانية. الوطن هو الصوت يلي تسمع وين ما تكون بروحك تحس البعيدة قريبة. والوطن هو الشوق يلي يسكنك يمسح مواجع روحك تحس الغريبة حبيبة. والوطن هو رفيق أحلامك وهو من يحس جروحك مهما طول الرحلة ليسيبك لتسيبه. الوطن ضحكة الطفل الصافية وضمة الأم الدافية وريحة الأرض الطيبة. ومن هو أنا لولا الوطن؟ اسمي خذيته من الوطن، شكلي تحدد في الوطن، رزقي مقسم في الوطن، جرحي يداويه الوطن، وفرحي عرفتها في الوطن، وجدي دفنتها في الوطن، وانضاق بي الحال في الوطن نلقى حل والله فوق الكل. الله 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 الله. وكلا أنا يا انسجمت انسجام ويا استمتعت استمتاع. وبصراحة أنتم كنتوا الليلة تحفة جميلة والله العظيم. سلام التوسكي أنا تشرفت وكنا شوق ليك أن احنا نسمع كل أعمالك، وأنت بصراحة نقلة أخرى وإضافة جميلة للشعر رغم أقدميتك، لكن ربما أتيت متأخرا للظهور في الإعلام بشكل كبير.
لكن هذه تحيه ليك، لكل اهلنا في درنا، لكل الشعراء فيها، وهذه طبعا استاذ هي التحيه حتوصل اكيد يعني باذن الله توصل، لان حتى ناسنا في درنا هم عارفيني انا وين ماشي، يعني ماشي الحضن يسعى الجميع، القلب نابض بالخير بالمد والمحبه. سلامي ليهم كلهم والله. لا يصل ان شاء الله. سالم العالم، انا حبيتك بالسر اللي فيك صراحه يعني. والله انت حتى انا على فكره. اي والله حتى انا والله. والله القلوب عند بعضها. والله صدق يعني. نفس الاسامي. سلامي. ايوه سلامي سلامي لمحمد دنقلي يوصل ان شاء الله. وايضا الصيد رقيعي، ما ننسوش، وعبد المنعم الفليح اصيل درنا. أيوة. وربعنا طبعا من اجمل حتى هو ما قال. طبعا في حاجه استاذ بعد اذنكم. واسف ان لا شغله حلو استاذ كيف ان يعني بس منعم عباره جميل. حقيقه اضافه مهمه للشعر المحلي. انا بذكر الاستاذ السيد الرقيعي، انا اتذكر خطر لما قلت لك انا بدات تاثر يعني بالمحكي، تاثرت بالصيد. انا لدرجه لما جاني الديوان جاني هديه يعني من شخص صديق، اعتقد كانت تسعفني الذاكره قطاف العراجين. مرت علي شطره في طام العراجين. فالشطره هذه يعني لدرجه لما مرت علي انا وقفت. خطره لما نحن قلنا بدي الشيء بالشيء يذكر، لما قلنا ان الشعر صوره. صوره صح. بعيدا عنك تقول لي وزن او تقول لي كذا، اوكي هو الوزن موجود القافيه، ولكن نحكي لك ان الكلمه يعني احدى الاديبات يعني شو تقول ان الشعر او الصوره في الشعر مثل اشعال ثقاب فجاه في الظلام، زي الفلاش يجيك فجاه حاجه ومضه تجيك كيفاه. الشطره اللي مرت عليه يقول والوهم وشم الذاكره. واو، الوهم وشم الذاكره. فمن هنا بدا الموضوع يعني. بدات تاثر يعني. اكيد نلتقي معك ان شاء الله في فرص اخرى تكون قد انجزت مجموعه من الاعمال. سالم العالم، عالمك جميل واتمنى لك التوفيق. شكرا لكل شعرانا. السر اللي فيك بصوت هذه المره بكر محمد، كلمات سالم العالم، وان شاء الله والحان تامر الحان تامر العنواني. في الجزء الثاني ما تمشيش بعيد، حيكون معنا شاعر من جدابية مختلف، شاعر فكاهي، وهذا اللون اعتقد انك قليل جدا زي المحكي اللي كتبوا فيه. خلي انا وياكم نسمعه. ابو بكر محمد، السر اللي فيك. وحتى ابو بكر راه مليان بالاسرار الجميله. ابو بكر محمد. ويش السر اللي فيه ريحنا الله يخليه، ويش السر اللي فيه ريحنا الله يهديه، فيك عيون الذابل عندك ضحكة تهبل، فيك عيون الذابل عندك ضحكة تهبل، ولا راني متسبل قريب نموت عليه، ريحنا الله يخليه، ويش السر اللي فيه ريحنا الله يخليه، ويش السر اللي فيه ريحنا الله يهديه، فيك عيون تثبل عندك ضحكة تهبل، فيك عيون تثبل عندك ضحكة تهبل، ولا راني متسبل قريب نموت عليه، ريحنا الله يخليه. بعد تسأل عني تترجاني ليه نجي، وش هالسر اللي مجنني لما نقرب تهرب مني، ولما نبعد تسأل عني
تترجاني لين نجي تهجرني وتجيني شم بينك وبيني تهجرني وتجيني شم بينك وبيني ديما مقابل عيني وجنبي مشتاقي ريحنا الله يخليك ويش السر اللي فيك ريحنا الله يخليك ويش السر اللي فيك ريحنا الله يهديك فيك عيوني تنبي عندك ضحكة تهبي فيك عيوني تنبي عندك ضحكة تهبي وناراني متسبي قريب نموت عليك ريحنا الله يخليك اشرح لي شو قصدك تقول اللي صاير مش معقول راهو الحب يريد وصول كأنك تبيني ونبي اشرح لي شو قصدك تقول اللي صاير مش معقول راهو الحب يريد وصول كأنك تبيني ونبي تهجرني وتجيني شو بينك وبيني تهجرني وتجيني شم بينك وبيني ديما مقبل عيني وجنبي مشتاقي يحنا الله يخليك ويش السر اللي فيك ريحنا الله يخليك ريحنا الله يهديك فيك عيوني تثبت عندك ضحكة تهبت فيك عيوني تثبت عندك ضحكة تهبت وناراني متسبل قريب نموت عليك ريحنا الله يخليك حطت بنا الطائرة الآن في مطار